أثار رونالدو تفاعلا كبيرا برد فعله أثناء أداء لاعبي النصر لفريضة الصلاة في لحظة بدت كأنها أبعد ما تكون عن الرياضة. وقف النجم البرتغالي يتأمل خشوع زملائه وهم يؤدون صلاتهم، مشهد أثار التساؤلات أكثر من الإجابات. رونالدو الذي اعتاد على جذب الأضواء بمهاراته وأهدافه الساحرة، هذه المرة لم يكن على أرض الملعب بل داخل غرفة الصلاة. عندما دخل الغرفة في لحظة استعداد اللاعبين للتدريبات، بدا أن شيئا أعمق يحركه. وقف بثبات وتأمل ينظر بانتباه إلى زملائه وهم يغمرهم الخشوع أثناء الصلاة. الفيديوهات والصور التي انتشرت كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت رونالدو ليس كلاعب كرة قدم معتاد على تسجيل الأهداف، بل كشخص يتابع المشهد بتركيز غير عادي. تلك النظرة التي بدت وكأنها تعبر عن أكثر من مجرد فضول عابر، وكأن رونالدو يحاول استيعاب شيء أكبر. ردة فعل كريستيانو لم تكن عابرة بالنسبة للجماهير خصوصا في العالم الإسلامي. البعض رأى في وقوفه بهذه الطريقة تعبيرا عن احترامه العميق للثقافة الإسلامية التي تحيط به منذ انتقاله إلى السعودية. وبالنسبة للبعض الآخر لم يكن الأمر مجرد احترام، بل لحظة قد تكون مؤثرة في حياته الشخصية. كيف لا وهو يقف أمام مشهد من الخشوع والروحانية العميقة. ومع هذا التفاعل الكبير يبقى السؤال مفتوحا أمام الجميع: ما رأيكم في رد فعل كريستيانو رونالدو؟ هل كانت تلك اللحظة مجرد تعبير عن احترام ثقافة مختلفة، أم أنها قد تكون بداية تأمل أعمق قد يغير من توجهات النجم البرتغالي في المستقبل؟